مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. من المنتظر أن يخصص الملك محمد السادس استقبالا رسميا لوفد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وذلك بعد الملحمة التاريخية التي صنعها الأسود في مونديال قطر بعد نجاحهم في بلوغ دور نصف النهائي كأس العالم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. ووفق أنباء متداولة، يرتقب أن تصل العناصر الوطنية إلى أرض الوطن بداية الأسبوع المقبل. لم يتم بعد تحديد موعد الاستقبال، على أن يخصص لها استقبال جماهيري كبير انطلاقا من مطار مدينة سلا في اتجاه القصر الملكي بالرباط، تماما كما حصل حينما بلغ المنتخب المغربي نهائي كأس إفريقيا للأمم سنة 2004 بتونس. ذات المصادر أكدت أن جلالة الملك سيخصص للأسود استقبالا رسميا بالقصر الملكي بالرباط، سيتم خلاله توشيح العناصر الوطنية بأوسمة ملكية، على أن تختتم مراسيل الاستقبال بحفل عشاء على شرف الوفد المغربي.